السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ حفصة. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم البريوات ديال الكاوكاو. تيجيو زوينين بزاف، لا في الشكل ديالهم ولا في المذاق. اقتصاديين وسهلين، ما تياخذوش منا واحد الوقت اللي هو كتير، وبواحد العقده اللي كتجي لذيذه بزاف. اكيد الا جربتوها ما غاديش تبقاو تستغناو عليها. فتابعوا معايا الفيديو للاخير باش تشوفوا المقادير مع طريقه التحضير. اول حاجه غادي نبداو بها هي غادي نوجدوا الكاوكاو. عندي هنايا انا كاوكاو هذا المقشر هذا نص كيلو ديال الكاوكاو، وعندي هنايا طريفات ديال الحامض، واحد نص حامضه قطعتها هكا طريفات. غادي ناخذ واحد الكاسرونه، غادي ندير فيها هذاك كاوكاو، غادي نزيد عليه الماء يكون غليان، وغادي نزيد عليه دوك الطريفات ديال الحامض ونديرو فوق العافيه. الا بغيتو تستعملوا كاوكاو الاخر اللي عنده القشره فغادي تحمروه وغادي تحيدوا ليه القشره وغادي تستعملوه نيشان. صافي هنا كنغطيوه بالماء، غادي ندير عليه الحامض وغادي نديروا العافيه اللي تكون شويه متوسطه. هنايا من بعد ما طلعت فيه الغليه كيف ما كتشوفوا غادي يطلع لنا واحد الكشكوشه هنايا كتجمع كاع داك الوسخ اللي في الكاوكاو. هنا راه واخا نغسلوه راه ضروري خصنا نحيدو هاد الكشكوشه هادي. غادي نبقى معها هكا بالمعلقه، وقت ما تجمعات كنحيدها. كاين هنا اللي كيعاود في هذه المرحله هذه يحيد هذاك الماء يصفي الكاوكاو ويعاود يدير ماء اخر، فقط انا كندير غير هذه الطريقه هذه مره واحده. من هنا كنحيدو هذاك الجهد ديال الكاوكاو، ومن هنا كيولي لينا زوين. صافي هاد الكشكوشه هذه ضروري اننا نحيدوها. وبالنسبه للوقيته اللي نخليوه تقريبا واحد 10 ديال الدقائق هكا. ملي كنكونوا دايرين الماء سخون 10 ديال الدقائق راه كيغلى فيها، وكنحيدو ديك الكشكوشه كامله. صافي وغادي نحيدوه. وكما قلت لكم تقدروا تستعملوا كاوكاو الاخر البلدي، غير حمروه وقشروه وطحنوه. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا مبقاتش فيه الكشكوشه، غادي نطفي عليه العافيه وغادي نصفيه. من بعد ما خليته هنايا غادي نخليه تقريبا واحد 5 ديال الدقائق حتى كيهبط هذاك الماء ديالو كله. هنايا مع الكاوكاو تيكون سخون راه ما كيبقاش فيه الماء نهائيا. غادي ناخذ واحد المنديل وغادي نفرش فيه هذاك الكاوكاو. غادي نحاول انني نمسحو مزيان من هذاك الماء اللي فيه. راه دغيا كينشف، ما كياخذش واحد الوقت اللي هو طويل. غادي نمسحو مزيان من الماء وغادي نخليه ينشف تقريبا واحد 3 حتى 4 ديال السوايع. تقدروا ديروه هكا في الصباح حتى العشيه وتدخلوه للفران فماشي مشكل، اولا تقدروا تصايبوه بالليل. صافي انا غادي نخليه هكا حتى غادي نحس به راه نشف. صافي وغادي نجمعو. من بعد ما نشف غادي ناخذو هنايا غادي نديرو في واحد اللاطه ديال الفران. غادي ناخذ واحد المعلقه كبيره ديال الزيت، زيت العاديه زيت المائده. فقط معلقه كبيره راه كافيه لهاد الكميه هادي. غادي نحاول انني نبسبس هاد الكاوكاو هذا باش توصلوا الزيت كامله. هاد الطريقه هادي احسن لينا ما نقليوه، فراه كيجي بحال مقلين تماما. غادي نشعل الفران على 150 درجه من التحت ومن الفوق. الا عندكم الفران ديال الغاز على عافيه اللي مهيله، وندخلوا هذا الكاوكاو هذا حتى كيتحمر واحد التحميره اللي كتكون فقط خفيفه. من بعد ما تحمر هنايا الكاوكاو ولا الفول السوداني غادي نستعملوا معاه 200 غرام ديال السكر سنيده، واحد المعلقه كبيره ديال الزبده. عندي هنايا 2 ديال السكر ديال بالنكهه ديال زهره البرتقال، واحد الصفر ديال البيضه، وما زهر هنايا غادي نعطيكم العبار بالضبط في الاخر.
غادي نزيد عليه واحد الكميه ديال سنيده. كما قلت لكم السنيده هنايا عندي اولا السكر عندي 200 غرام. تقدروا تستعملوا حتى 250 غرام الناس اللي كتعجبهم الحلاوه بزاف، ولكن راه غير 200 غرام راه كافيه. هنايا غادي نطحن انا هاد الكميه كلها ديال الكاوكاو مع سنيده. كل مره نبقى نطحن شويه ونزيد سنيده معاها حتى غادي نكمل الطحين كامل، ونتلاقاو باش نكملوا باقي التحضيرات. هذا هو القوام ديال الكاوكاو اللي خصنا نتحصلوا عليه. خصو يكون هكا منيل. غادي نزيد عليه صفر بيضه. عندي هنا واحد شويه ديال القرفه نسيت ما قلتهاش لكم، والقرفه كتبقى اختياريه. عندي هنايا هاد الفاني هذا ديال الزهر كيعطي واحد المذاق خطير لهاد البريوات هادو. درت هنايا 2 ديال الاكياس، وهذيك المعلقه ديال الزبده اللي كتكون بالحراره ديال المطبخ كتكون طريه، باش هكا كنخدموا بها كتسهل علينا اننا نعجنوها مع هاد الكاوكاو هذا. وبالنسبه للمزهر غادي ندير هنايا في الاول غير نص ديال الكاس، ولكن مازال غادي نزيد تقريبا هذه الكميه هذه ديال نص كيلو ديال كاوكاو. خدات ليا كاس ديال مزهر عامر. بالنسبه للكميه ديال المزهر فراه كتختلف مع النوعيه ديال الكاوكاو. الا كان كاوكاو ميدم فراه ما كتستعملوش بزاف ديال المزهر. المهم كيف ما درت انا هنايا راه كنعجن وكنبقى نزيد تقريبا معلقه بمعلقه ديال المزهر، وانا كنعجن حتى كنحصل على القوام ديال العقده اللي غادي نوريكم. كما قلت لكم الا كان كاوكاو ميدم فراه ما غاديش تستعملوا نهائيا كاس ديال المزهر، تقدروا تستعملوا غير نص كاس. المهم نتوما غادي تبقاو تخدموا هكا غير شويه بشويه، نبقاو نزيدو غير شويه بشويه. الا بان لكم بان كاوكاو كاين بعض المرات كيبقى يطلق لنا هكا الزيت، فغير كملوا هكا دليك ديال هذاك الكاوكاو حتى كيعاود يشرب ديك الزيت ديالو، صافي ما كتبقاش فيه نهائيا باينه. راه دغيا كتوجد هاد العقده هادي، وكل ما كانت العقده هكا مرخوفه فراه كيجيو هاد البريوات هادو زوينين بزاف. هنا واحد القرصه ديال الملحه حتى هي ضروريه باش هكا تنعدلوا ديك الذوق ديال الحلاوه مع الملوحه. صافي وكنكمل انا توجد ليا العقده. كيف ما كتشوفوا هذه هي العقده اللي خصنا نتحصلوا عليها، راه كتكون هكا مرخوفه، راه كتجي زوينه بزاف. غير جربوها غادي تعجبكم. العقده انا جمعتها هكا بواحد سباتيل. هنا غادي نعاود نوريكم القوام ديالها كيفاش كيجي. راه كتجي مرخوفه. الا جاتنا العقده قاصحه ملي غادي تزيد غادي تقلى، فراه غادي تزيد تقصح وغادي تبقى تفرتت لينا، فما كتجيش نهائيا زوينه. خديت هنا الورقه ديال البسطيله. هنا تقريبا عندي كيلو الا ربع ديال الورقه ديال البسطيله. غادي نبقى ناخذ هنايا كميه بكميه، وغا باش نقطعها كلها عاد غادي نبدا. ولكن هنا ضروري اننا نحط واحد البلاستيكه، وهذه راه كنردوها نغلفوها باش ما كتنشفش لينا ديك الورقه. هنايا تنيت الورقه على 2 وغادي نقطعها هكا على 2. وبالنسبه للتقطيع راه كيبقى نتوما على حسب الحجم ديال البريوات اللي بغيتو ديروا. بالنسبه ليا هنايا انا غندير البريوات شويه تيكونوا شويه كبيبرين. غادي نقطع الورقه نص ورقه على 3 ديال الشرائط، بحال الورقه كلها كتعطينا 6 ديال الشرائط. نتوما الا بغيتوا هكا مثلا بريوات يكونوا شويه صغار فراه تقدروا تقطعوا على اكثر، وكذلك تقدروا تخليو الورقه كلها مجموعه وتبقاو تقطعوا هكا من الجنب باش يعطيكم هكا القياس نتوما اللي بغيتوا. هنايا غادي نحيد هذوك الجناب اللي تيكونوا ناشفين، وبنفس الطريقه غادي نكمل هكا داكشي كله ديال الورقه اللي عندي، ولكن غادي ندير هذه في البلاستيك باش ما تنشفش. كناخذ هنا واحد الكميه ديال الورقه ديال البسطيله كنسرحها هنايا كيف ما كتشوفوا، والعبار ديال العقده كناخذو انا هكا غير بواحد المعلقه صغيره باش بلا ما نضيع الوقت هكا نبقى نكورو كامل. واصلا كيف ما كتشوفوا راه العقده طريه باش هكا كتمشي معايا وتجي هكا في البريوات وفي الجناب ديال البريوات. هادشي باش قلت لكم العقده الا كانت هكا مرخوفه راه كتجي زوينه، وكذلك حتى في المذاق ديالها راه كتجي زوينه. والطريقه ديال البريوات راه اكيد راه كلشي كيعرف،
واللي ما كيعرفش راه مع المداومه راه غادي يتعلم. هنايا داك الشياطه اللي كتشيط ليا بالنسبه لهاد الطريقه هذه، الناس اللي ما كيبغوش يديروا هكا الدقيق ولا البيض ديال البيض ولا كتديري ديك الطرف اللي بقى كتديريه لداخل. صافي هنايا كنبقى نلوي وكنحاول انني هكا نجيبها مقاده. صافي نعطيوها الخطر غير بشويه. ولا عندكم هكا شي طرف هكا بان لكم زايد بزاف او لا راه المقص حداكم، غادي تبقاو تقطعوه. صافي بهاد الطريقه هذه. هاد الطريقه قلت لكم الناس اللي ما باغينش يديروا لا دقيق لا بيض لا والو. عرفتوا جربوا العقده بهاد الطريقه هذه، راه كتجي لذيذه بزاف. وكذلك تتجي حتى طريه، ما كتجيناش هكا ناشفه نبقاو نعضو هكا في البريوه وكتبقى تفرتت لينا داك الكاوكاو اللي لداخل. والناس اللي خافوها كيتحلوا ليهم البريوات، فراه تقدروا تلصقوا ديك الشياطه اللي كتشيط هنايا بالدقيق مع الماء. هي باش كملت انا كناخذ واحد المقله كندير فيها الزيت، كنخليها حتى كتسخن مزيان، كنقص العافيه وكنبدا نحط هذوك البريوات. كما قلت لكم العافيه تكون مهيله باش هذوك البريوات يتقرمشوا من برا ومن الداخل، ماشي تبقى لينا الورقه هكا خضره من الداخل. صافي وهاد الطريقه هذه ديالها كنبقاو نحركوا المقله، راه زوينه بزاف للبريوات، كتساعدهم انهم ياخذوا تحميره من هكا في نفس الوقت. وضروري اننا نبقاو هكا نقلبوا فيهم، كل مره نبقى نقلب فيهم حتى كياخذوا واحد التحميره اللي هي زوينه. ما نغفلوش عليهم نهائيا، كما قلت لكم ضروري هكا نوقفوا حداهم ونبقاو نقلبوا فيهم باش ياخذ واحد التحميره اللي هي زوينه. وكذلك ماشي جهه تجينا محمره بزاف وجهه لا، فضروري ان هاد العمليه هذه ديال نبقاو نقلبوا فيهم. والحبه اللي بانت لينا هكا خدات اللون الذهبي كنديروها هكا في العسل، يكون العسل هنايا حدانا. راه دغيا كيوجدوا وما كياخذوش لينا وقت اللي هو طويل. غير كما قلت لكم اهم حاجه هي في هذه المرحله هذه ديال القلي ما نديروش عافيه مجهده باش الورقه تجينا كلها مقرمشه. وبنفس الطريقه غادي ندير الكميه اخرى ديال البريوات ثاني نعاود نقليهم. وهادو راه نغطسهم هكا في العسل ونخليهم حدايا. انا هنايا راه غير مسرعه الفيديو. هادو اللي في العسل غادي نخليهم حتى كيقربوا هادو الاخرين يطيبوا، عاد غادي نحيدهم. الناس اللي كتبغي هكا الحاجه تكون معسله بزاف وفرا غادي تستعمل واحد الكميه اللي كثيره ديال العسل، وغادي تحط فيها دوك البريوات كاملين تخليهم من الصباح حتى العشيه. ولكن راه كيجيو مقومين بزاف بالعسل، فرا الطريقه هذه كيجيو معسلين وكيجيو مزيانين. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا حيدت هذوك الاولين من العسل، حطيتهم في واحد الشبيكه هكا يتسقطروا. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى غادي نكمل الكميه كلها ديال البريوات اللي عندي، ونتلاقاو باش تشوفوا الشكل النهائي.
وهذا هو الشكل الاخير ديال البريوات كيف ما كتشوفوا. درت عليهم هنايا شويه ديال الزنجلان وشويه ديال الورد. تقدروا ديروا كاوكاو مهرمش، لكم الاختيار. كيجيو زوينين بزاف، لا في الشكل ديالهم ولا في المذاق ديالهم. كيجيو مقرمشين وكيبقاو هكا. هاد التقرميشه هادي فقط غير سدوا عليهم مزيان في البواطه. الشهر كامل ديال رمضان غادي يبقاو لكم بنفس التقرميشه. شوفوا هنايا ديك العقده كيفاش كتجي معلكه وكتبقى رطبه، ما كتجيناش قاصحه نهائيا. فغير جربوهم، راه اكيد غادي ينالوا الاعجاب ديالكم. وكنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وتجربوهم. ما تنسوش ليا لايك الفيديو والتعاليق، ولا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه شاركوا فيها فضلا وليس امرا، وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد، والى فيديو قادم ان شاء الله.